ألبوم جديد لعمر كمال وبيستعين فيه بنجوم يعني من الكتابة والتوزيع والتلحين اللي هم بيشتغلوا مع نوعية أغاني غير اللي بيشتغلها عمر كمال. يعني بيشتغلوا مع عمرو دياب مثلا، مع الأغاني اللي هي بيسموها ايه كلاس أو الأغاني الكلاسيكية، ما بيغنوش مهرجانات وكده. ده من عمر كمال طبعا. أغانيه كانت بين الراقصات وأغاني المهرجانات وأوكا وحمو بيكا وحسن شاكوش وطريقة معينة كده، ويبدو إن هو بيعمل ريبراندنج لنفسه، يعني بيعيد تقديم نفسه بشكل مختلف. انه يشتغل مع تامر حسين اللي كتب حوالي 70 اغنيه لعمرو دياب. وانا رايي ان هو مش كاتب، مش شاعر قوي يعني. بصراحه شايف ان هو شاعر موهبته قليله جدا، ومن اقل الاغاني اللي اتكتبت في تاريخ عمرو دياب كله الفتره اللي اشتغل فيها مع تامر حسين، وجهه نظري برضه. ويعني عندنا اشتغل مع محمد يحيى اللي استعمل اغنيه بابا لعمرو دياب اللي مكسره الدنيا، واشتغل مع كل تقريبا الملحنين والكتاب اللي بيشتغلوا مع عمرو دياب. في خبر طلع ان الالبوم ده كان مجهز ليه ان محمد فؤاد يعمله، وبسبب قرب الصوت بين محمد فؤاد وعمر كمال واختلاف المنتج بين محمد فؤاد وبين المنتج، يعني حصل خلاف، فبالتالي الالبوم بالكامل كله راح لعمر كمال. ده كلام منتشر ومحدش عارف مدى صحته، ولكن اللي واضح كده من اعلانات عمر كمال ومع الشعراء ومع الملحنين ان لا، ان الالبوم ده بيتعمل مخصوص لعمر كمال، وهيبقى تقريبا تحول في شكله. بصراحة عمر كمال نفسه انا ما قبلتوش من ساعة ما طلع لحد دلوقتي، ولحد بعد الحلقة ما تنزل كمان. الالبوم الجديد للامانة هسمعه ببلاش، لاني ما احبش ادفع فلوس في اغاني يعني، او في مطربين ظهروا في الموجة بتاعت اغاني المهرجانات والحاجات دي. ولو عجبني تمام خلاص هقول ان الالبوم كان كويس. لو ما عجبنيش زي ما انا طبعا، عجبنيش طبعا زي ما انا ما خسرتش اي حاجة، كده كده انا ما بسمعوش اصلا.